السلام عليكم يا جماعة. بكتب لكم وأنا تعبانة نفسيا ومش عارفة أنا فعلا غلطانة ولا حقي معايا. من فترة بابا توفى، الله يرحمه، وساب لنا بيت فيه شقق متأجرة، والإيجار ده هو مصدر دخل البيت. بعد ما خلصنا كل إجراءات الورث، ماما طلبت مني أتنازل عن نصيبي لأخويا وأعمل توكيل لأختي علشان هي اللي تتصرف في كل حاجة. أنا رفضت، مش عشان طمعانة ولا عشان عايزة آخد حق حد. كل اللي طلبته إني أعرف الإيجار بيدخل كام والمصاريف بتتصرف فين، وأبقى عارفة اللي بيحصل في ميراث أبويا زي أي واحدة من الورثة. لكن للأسف محدش رضي يقول لي أي حاجة. كل القرارات بتتاخد بين ماما واخواتي، وأنا آخر واحدة تعرف، وكأني ماليش أي حق. ومن يوم ما رفضت أتنازل، ماما بطلت تكلمني خالص، تقعد تضحك وتهزر مع اخواتي، لكن أول ما دخل المكان تسكت. ولو حاولت أتكلم معاها أو أعرف زعلها مني إيه، ترفض حتى ترد عليا. أنا والله أكتر من مرة رحت لها وقلت لو زعلتك في حاجة قولي لي وأنا هعتذر وأبوس راسك، لكن مفيش أي استجابة. بالعكس، بقيت أحس إنهم بيعاقبوني، يطلبوا مني أنظف البيت وأغسل المواعين وأعمل كل شغل البيت، بينما إخواتي قاعدين مرتاحين. ولما رفضت أبقى أنا الخدامة الوحيدة، بدأوا يقولوا للعيلة إني قليلة الأدب وبزعق لماما وبعملها وحش، مع إن ربنا شاهد إن عمري ما عليت صوتي عليها. هل أتنازل عن حقي علشان أقضي أمي وأرجع زي الأول، ولا أتمسك بحقي طالما محدش راضي حتى يفهمني أو يشاركني في اللي بيحصل؟ بجد قولولي، لو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا إيه؟